تحية طيبة للإخوان والأخوات فين ما كنتو. فيديو جديد مع أخوكم البهجة وخبيرات جديدة. كنتمنى لكم جمعة مباركة طيبة. وقبل ما نبداو غنقول من هذا الفيديو كل التضامن وكل التضامن الكبير مع الصحفي الكبير ديالنا سي يونس أفتيط اللي تعرض للاعتقال ومساءلة قانونية. المهم غتشوفوا كلشي في هذا الفيديو، غير هو كل التضامن. علاش؟ لأنه فضح حكومة أخنوش، فضح الفساد ديال حكومة أخنوش والتهاون لا في قطاع الصحة ولا في بزاف ديال القطاعات اللي كنشوفوهم حاليا وفي 2025 فاشلين واحد الفشل ذريع. المهم ما نكثر عليكم ما نطول عليكم، نبداو مع خونا يونس أفتيط اللي المهم نسمعوا من عنده هو احسن، ما نهضرش عنه. اليوم صباحا تفاجأت فرقه امنيه جات لداري، هزوني لمقر الضابط القضائيه وتم الاستماع ليا بخصوص احتجاجات 27 و 28 واش كنروج ولا كنحرض عليها. انا نفيت انني كنحرض وكنروج، واللي بغيت نقول دابا ان اللي فعلا اللي كيروج هما افعال هذه الحكومه. واش عباد الله عندنا وزير لا علاقه بالصحه والوضعيه الصحيه كارثيه، راه الناس والله ما محتاجين اللي يروج او يحرض. وخير دليل هو انه فاش كان كيتم التحقيق معايا والاستماع ليا كان التهاوي محاصر من طرف المواطنين اللي عياو من هذا الشيء الصحه وداروا له فضيحه تما في تطوان. انا صحفي مهني اؤدي واجبي المهني في نقل معاناه الناس، واليوم الناس وصلت فيهم العظم بخصوص الصحه والتعليم. واللي بغيت نقول للحكومه واخنوش عندك يسحب لكم انه الصمت ديالي غيحل المشكل وفشل الحكومه. حتى الا سكت انايا رئيس الحكومه كيف باغي انت ووزرائك، فراه الوضعيه ما غتصلحش بصمتي. ونحب نطمنك ايضا ما غاديش نسكت وغنستمر في عملي المهني. علاش؟ لسببين: هاد الناس اللي تيقين فيا ما غنبيعهمش، وثانيا ثقتي العاليه في الامن والقضاء اللي تعامل معايا اليوم بكل مهنيه واحترافيه. فغير طمن، انا كنخدم مهني وغنستمر في صف الشعب، وعمري نكون في صفك حتى ترجع انت تكون في صف الشعب. ديك الساعات نكون اول واحد يساندك، ولكن للاسف ما غديرهاش انت. اي مغربي حر وكيبغي بلادو وكيموت على بلادو ما غاديش يبغي ليها الاذى. حنا كمغاربه احرار بغينا نشوفوا بلادنا كي شي ورده مفتحه بين الدول، بغينا نشوفوا بلادنا مزدهر متقدم. ولكن هادشي اللي كنشوفوا من حكومه اخنوش ولا الحكومات اللي سبقوها ما شفنا منهم الا الفساد والخساره، والبلاد تيزيد بها صاحب الجلاله خطوه لقدام وهما تيرجعونا 10 ديال الخطوات. في اي مجال وفي اي قطاع حطينا يدينا كنلقاو الفساد، كنلقاو فشل ذريع. وإلى اليوم الناس غوتوا وخرجوا ينتدوا باصواتهم بواحد العيش كريم لا في اي مجال، راه نتوما اللي غادي تضربوا هذه البلاد في حيط، وانتوما هما اللي غتشعلوا العافيه في هذه البلاد. هما الحمد لله المغاربه ما عمرهم بغاو بلادهم تفسد ولا بغاو بلادهم يكونوا فيها مظاهرات ولكن لا اله الا الله شاء الله قدر ما فعل. هذا الشيء اللي عطا الله. ودابا غادي نمشيو عند واحد الشاب اللي والله نعتبرها انه كما تنقولوا في لغه الراب كلاش لحكومه اخنوش، انهم تيخليو الكفاءات والناس اللي يستاهلوا يخدموا. كاينين شباب عندهم كفاءات يخدموا ويزيدوا بالبلاد اللي قدام، اللي كانوا هذه الكفاءات في الاماكن الصحيحه ديالهم. اقسم بالله تنشوفوا المغرب ماشي هو المغرب ديال اليوم. اللي كنت شفنا مغرب اخر متقدم كثار من هكا، بدل التيران ديال مولاي عبد الله غادي نلقاو تيران ومستشفيات ومحطات، غادي نلقاو العجب المعجب. ما كان صاحب الجلاله غيمرض ويفني صحته على قبل بلادنا باش نزدهروا بها واحد شوي ونزيدوا بها واحد شوي لقدام. ما كان صاحب الجلاله غيخرج لنا في الخطاب وغيقول لنا مغرب السرعتين اللي كون خدمتوه بحال هاد الكفاءات. نشوفوا واحد الشاب مغربي يهمل الكلام ديالو، هذا هي مثال انه عندنا كفاءات في البلاد. كاينين شباب الكفاءه يخدموا ويعطيو لهاد البلاد. لا ما بغيناهمش، وانما المسؤولين كيجيب ولد عمو ولد خالته. ولد عمو واش قاري حتى في السكويل، ما عمرو دوز يمكن السكويل، ما قرا يمكن حتى في الحضار ما دوزوش. عرفتي شنو هو الحضار؟ ما دوزوش. تيجيبو تيعطيو واحد القطاع حساس. ما عندي حتى شي انتماء مع حتى شي حزب مغربي. هذه فكره اللي تنقدمها للشعب المغربي والدوله المغربيه، ومرحبا بالهيئه السياسيه هيئه المجتمع المدني يتناقشوا في هذه المساله. هذه كتبقى فكره في الراس مال غير المادي المغربي اللي غتبقى الحمد لله في الكابيتال ايماتريال ماروكا. وانا منتوج ديال التعليم المغربي الحمد لله، ماشي هذا منتوج ديال التعليم المغربي. وخاصني انا يكون عندي العرفان بالجميع ونقدم للوطن هذه الفكره هذه الاقتصاديه اللي يتم فيها المشاورات. والقرار الاقتصادي راه كيبقى للسلطات الاقتصاديه المغربيه. انا عبد ربي غير بحيث انير السلطات على الاشكاليات الاقتصاديه. وعلى ذكر التعليم، انت شخص يعني عندك الدكتوراه. الحمد لله عندي اجازات الماليه والابناق في كليه سلا.
الحمد لله في سنه 2013، والحمد لله عندي ماستر ماليه الشركات وماليه الاسواق في كليه رباط السويس تحت قياده الاستاذ مولاي رشيد العسري. الحمد لله يعني ماستر اللي كان مونسيون بيان ماجور بروموسيون، وعندي الحمد لله الدكتوراه في كليه رباط السويس مع يعني مع الاستاذ هشام صدوق. والحمد لله كانت تجربه الحمد لله علميه اكاديميه في المستوى، والحمد لله عندنا احتكاك الحمد لله مع طلبه مغاربه الحمد لله حتى هما تيدعمونا، وعده ناس اللي حتى هما من كبار السن اللي حتى هما تيقدموا لنا النصائح والتوجيهات. يعني بهذا الشيء ادريس، هذه الفكره جات عباره او عن طريق دراسات، ماشي غير جات فقط طاحت في العقل ديال ادريس ويطرحها على المغاربه. هذه الفكره راه من 2018 وهي يعني كاينه عندي في الراس، ولكن الحمد لله كاينين دراسات كاينين مقالات اللي تا هما تيعاونوني باش انه هذه الفكره نوسعها سياسيا. وكاينه حتى الثقافه السياسيه، راه ما كاينش غير الاقتصاد، راه لوسكون في ليكونومي اون في لا بوليتيك، كاين حتى الثقافه السياسيه اللي حتى هي مساعده هذا الشيء، والانفتاح المجتمعي الى اخره، ومناقشات مع ناس وهذه. والحمد لله تنتناقش مع عده اقتصاديين. تحدى اخنوش والمخير من اتباع اخنوش يخرجوا يعطوني تصريح بحال هاد الشاب، يعرفوا غير يهضروا، غير يتكلم يعطيني واحد التصريح نتصنت ليه، مجرد كلام واحد تيكست يملي عليا. هاد الشيء اللي بغيت تصوروا معايا. هاد الشاب في المغرب عنده دكتوراه في العلوم الاقتصاديه. اشنو كيقدم واحد الخطه للحكومه، علاش؟ لتخفيض ديون المغرب مع البنك الدولي. تصور معايا شاب مغربي عنده واحد الفكره، علاش ما نستقبلوش ونناقشها معاه؟ ابار هاد الشاب كاينين بزاف ديال الشباب، الا ما خفت نكذب كاينين ملايين ديال الشباب بكفاءات بحال هاد الشاب، لا في الطب لا في اي مجال، في اي مجال المغربي طاح ليه في راسو قتلقى فيه مئات الالاف الشباب كفء ويقبضوا مناصب ويزيدوا بهاد البلاد اللي قدام. ولكن هما ما بغاوش بحال هاد الشباب. علاش؟ حيت ما بغاوش البلاد تزيد لقدام. علاش؟ باش يستثمروا مشاريعهم هما وياكلوا هاد البلاد ويمصوا ثروات الفقير وثروات هاد البلاد. هذا هو الهدف ديالو. ونختموا هضرتنا هنا، ما نزيدش شي حاجه. انا تبارك الله هاد الشاب نجلسين نناقشوا هضرتو هاد الشيء اللي قال تقريبا دقيقه و29 ثانيه، انا قنعني بكلامه. نجلس نناقشوا معاه محللين ناس وناقش. ما تعرف هذه الفكره فعلا اللي عند هذا الشاب تزيد بالمغرب وتنقص الديون ديال المغرب. هما ما بغاوش هادو، هما بغاو المغرب يزيد يغرق في الديون ويبداو تيقبضوا الديون وتيصيفطوهم راكم عارفين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء اللي غادي نقول. دابا نعاودو نجيو عند وزير الصحه اللي فعلا مشى اليوم لتطوان. لا علاقه، والله لا علاقه بالله العلي العظيم. هذا هي شويه من بزاف اللي طرا في تطوان. وانا كنت عايش في تطوان، عايش فيها. تصور تطوان على قدها فيها مستشفى واحد الثانيه در الرمل، راه الاخر. السياره غادي تسمع داك سيد الوزير كاين هنا جناح قسم الاطفال والام باختصار. الطبيب اللي هو رئيس قسم، شوف باختصار الطبيب كنجيبوا الوليدات ديالنا عندهم 36 48 ساعه ما كاينش، كنتصلوا به في التليفون ما كاينش. المهم ربما يكون عنده عذر ديالو ولا شي ظرف قاهر ولا شي حاجه، ولكن ملي كنمشيو كلينيكات هو الاول كيستقبلنا. كلينيكا الاولى كلينيكا الثانيه، وهذا الشيء هذا السيد الوزير بالقرائن. المشكل ماشي هو هذا، المشكل هو ان الطبيب هذا طبيب عام ماشي طبيب اطفال. ربما يكون عينته هنايا باش يشوف شي تقبه كاينه ولا شي حاجه، ولكن باش يجي ينصب علينا في كلينيكا السيد الوزير لا يعقل، يقدم لنا راسو على اساس انه طبيب اطفال. المشكله السيد الوزير هو ان هذا الدوسي هذه 5 شهور حنا كنتقاتلوا فيه. لا المندوب ديالكم هنا دار معنا حل، لا السيده المديره الجهويه دارت معنا حل، لا رئيس الهيئه دار معنا حل. دابا وحاجه اخرى، هذه الشكايه عندكم هذه 3 شهور، وفي المنصه ديالكم عاطيني بانها في طور المعالجه. دابا ديك في طور المعالجه السيد الوزير، ها هي الشكايه عندكم هنا، الله يجازيكم بخير. راه هو داك اللافته اللي شفتيها وقريتها قبيله قلت هذا الشيء. السي الوزير شوف الوزير كيفاش وزير قطاع الصحه. شوف قطاع الصحه فيه اطباء ينتحلون صفه، هذا راه زوين. دابا طبيب عام كينتحل صفه ديال انه طبيب الاطفال. راه كارثه هادي، راه كارثه عباد الله، كارثه. ويجي اخنوش وحكومه اخنوش ويقول لك حنا خدامين وحنا دايرين ولا ما خليتوناش نخدموا. والله لا خدم شي واحد في هاد البلاد. انا والله ما بتصرت لي هذيك من النهار قالها. ودابا نشوفوا شكون اللي ما غاديش يخدم في هاد البلاد، واش حنا ولا انت؟ والله حتى حشومه بالله العلي العظيم. عندنا امكانيات اننا نزيدوا بلادنا لقدام وتكون احسن دوله عربيه، ويمكن تنافس وتجابه
دول عظمى في العالم، لا في الطب لا في اي حاجه. كما قلت لكم راه عندنا كفاءات اللي نتحداو بهم العالم كامل. الا شفنا في العالم في ناسا في اي بلاصه غتلقى تبارك الله دي كادر كبار مغاربه في الاتحاد الاوروبي، دي كادر مغاربه، تلقى بزاف ديال لي كادر مغاربه. علاش ما نجابهوش هاد الناس ونفسوهم؟ اللي كون كانت عندنا واحد الحكومه نزيهه وبغات تخدم وبتزيد بالبلاد اللي قدام. حنا القطاع الصحي ما صلحناش بهاد العقليه الرجعيه اللي عندهم والله. ولكن شوف كيما تيقول لك المثل، كيما تيقول المثل هضروا هنا وجوا عنا. اليوم كنكتشفوا ان وزير الصحه لقى لنا واحد الطريقه لعلاج الناس المصابين بداء الكلى. لقى لنا واحد العلاج الناس اللي كيديروا سميتو اعاده تصفيه الدم. لقى لنا واحد العلاج تصور معايا مهزاله في 2025. انا ما عرفتش واش هذا الشيء كذوب ولا حقيقه، والله ما عرفت. نتوما شوفوا وحكموا، الله يرحم باكم. ما عرفتش والله، ما عرفت والله، ما فهمتش. انا شي واحد جا شرح لي، انا هنايا حبس لي الكلام واش مع ولا ضد. ما عرفتش زعما. المغاربه عزيز عليكم الزو هاكو الزو. والله لا وحق الله الا هادشي طريف وكيضحك والله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخيرا لقى لينا السي امين الطهراوي الحل للمشاكل ديالنا الصحيه. اي واحد مريض، اي واحد فيه شي مرض، اي واحد فيه شي مرض مزمن، ما عليك نعم سيدي الا بالشيخات، الشيخات ثم الشيخات والزهو والنشاط. غير هي نسيتي السي امين الطهراوي هو اللي كون كانوا شي قريعات هنايا من طبيعه الحال تاع الماء ولا المناضه، مثلا ماشي ديال شي قريعات وشي شويه ديال قطيعات بيموات وسميتو باش الناس تكون يكمل النشاط. حباده الا جبتو شي حلوه الشوكولات وتجيبوا لهم فتيات يعني ممرضات جميلات رائعات يكونوا لابسين لباس التقوى. والله ما كتحشموا بالله العلي العظيم، والله ما عندكم علاش تحشموا بالله. دابا غادي ننتقلوا عند حزب العداله والتنميه المسرحيه. عرفتي هاد حزب العداله والتنميه تيجيب لي الله سبحانه وتعالى تقول واحد الحزب كوميدي تاسس باش يضحك المغاربه. اسمع لي هاد السيد شنو غايقول. الرباط 5 الملاعب والدار البيضاء. كيفاش الدار البيضاء؟ حنا تنعرفوا الدار البيضاء، الا كاينه الكره راه كاينه في الدار البيضاء باش نجيو من التالي، ولكن كاينه حتى في فاس. كاينه راه كاين الرجاء وكاين الوداد وكاين المغرب الفاسي، وهادو هما اللي تيصنعوا الفرجه. خلينا من ديك الفراجه ديال الانستغرام ولا ديال هذا. الا بغيتي شي تيفو معتق ومبني راك عارف منين غتجيبو. الا بغيتي الانستغرام وهذاك راه غادي هذاك. نعم سيدي هادو مشاكل المواطنين. حنا سالينا كل شيء، عندنا الحمد لله مجال صحي رائع. اشنو خصنا؟ المغربي تيتخلص تيقبض الشوماج ديالو، تيمشي للسبيطار تيلقى الادويه، تيلقى الطبايه تيتشايروا. علاش حنا صافي سالينا كل شيء؟ خاصنا نهضروا في التيفو ونهضروا في الكره. دابا على رقبتك هادو هما اللي بغيو يناقشوا مشاكل الناس. هادو اقسم بالله تيلعبوا على العاطفه ديال الناس. دابا على من بغي يلعبوا على العاطفه ديال الجمهور الكروي. وهاد التصريح اللي قلتي راه التصريح فيه شي شويه ديال ماشي فيه بزاف ديال التعنصير، فيه بزاف. الحمد لله المغرب كامل وفيه الكويريه، المغرب كامل، كازا، مراكش، الرباط، فاس، قنيطره، طنجه، العيون. فين ما مشيتي في المغرب الحمد لله تلقى مواهب وتلقى دراري كويريه. يا دابا حلل وناقش، حلل وناقش اخي المغربي ان هاد السيد غيناقش المشاكل ديالك. يا الله وحتى الكره ما عرفوش يناقشوها.
حتى الكره، حتى موضوع الكره جبدو ما عرفش يناقشوا واحد حتى شي تصريح زوين اللي يقنع المغاربه. عندنا الكره كاينه في كازا وفاس. وتحياتي الناس ديال كازا والرجاء والوداد المغرب الفاسي. انت وحق الله يلا. بغيت ربي ان شاء الله يهزكم كاملين ورميكم من شي جبل بحال هذا. يلا شوف باش تعرف عندهم الزهر. انا بنعت في الجبل خرجت لنا السيده. تحياتي لك بالقيسيه اللي جيتي بالقيسيه معقول يا دابا ها الحرب والله خلينا بحال سعدينا ماشي بزاف اجا سعدينا بس الناس كيصليو ما عندكش الناس كيصليو ولا كيصليو من هنا عاد كيصليو. شوف التناقض، شو التناقض اللي بينهم وبين راسهم. الناس تيصليو والمزيكا متلوقه. زغرتو والله ما عرفتوها باش منفوخه بالله. دابا انا تمنيت كمغربي تمنيت انني نشوف شي رئيس ديال شي حزب شاب مغربي في الربعينات ولا الثلاثينات مترأس شي حزب ويكون مناضل سياسي. ترى بن كيران العكاز ما باقي يقدر يهزو في يديه كامل وتيترعد. هذا بغى يهضر على حقوق المواطنين، هذا عطيه يهضر على حقوق الفلسطينيين، عطيه يطعن في بغيت نقول شي حاجه ومعانا انا الحلقه الضعيفه انا يسدوا بيا التقبه والله الا انا يسدوها بيا بالله العلي العظيم. ولكن عارفين كاملين التصريحات اللي كانت تيخرج بها بن كيران اللي كيهاجم فيها الملكيه وكيهاجم فيها المغاربه، نعت المغاربه بالحمير ما خلى باش نعت المغاربه. ودابا نعم سيدي نطبلوا ليه ونغيطوا ليه باش شكون هادو. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا اللي كنت تعرفوا الاجندات اللي تابعين ليها، وهاد الاجندات من اعداء الوطن. هذا مع من تيكون مع ويحمان شكون هو؟ ويحمان اللي مشى لافغانستان وكيدعم البوليزاريو. وزيد هذا مع عزيز الرخيص اللي كيدعم الجبهه الوهميه. بنعرف هادو اشنو باقي تيديروا في الحقل السياسي. هذا بن كيران مع احترامي ليه واخا ما نحترموش لانه ما احترمش الشعب المغربي نهار نعتنا بالحمير. قال لك تقارن تازا مع غزه. تازا قبل من غزه وكازا قبل من اي حاجه والصحراء قبل من اي حاجه ومراكش قبل من اي الكره الارضيه. هذا حاجه وحده اللي يدير والله تينجح فيها، يحل شي قناه في يوتيوب وبدا تيعاود لنا الخرايف والنكات نضحكوا العباد التويشيات. والله العظيم ينجح نجاح. اما السياسه بعيده عليكم بسنوات ضوئيه، والله يتبعد عليكم بسنوات ضوئيه بالله العلي العظيم. لا تفقهون شيئا في السياسه. اجي نشوف واحد الفيديو والله الا ضرني في خاطري فاش شفتو، والله الا عرفتي. وفعلا فاش جيت نفكر فيها وليت تنقول واحد الشيء غريب وعجيب. تصنتوا لهاد الاخ. حنا كناكلو حتى كنشبعو، كناكلو 10 كيلو حنا، نتوما كتاكلوا حبه. حنا ولينا كناكلو نشبعو، نتوما كيعطيوكم تذوقوا. راه باغي يخليكم جيعانين داك المغرب. السخي بيا وبك ما سخيت. شوف راه كتجيب النكهه الاخوان. هذه البيضه، هذه البيضه بزاف، هذه الصفراء، هذه الحمراء. شوف دابا ولاو الناس اوروبا المغرب خصهم يطلعوا لاوروبا لا بغاو.
المهم الاخوان كتشوفوا هذه الكيلو الاول ساليتو. دابا وانا واقف انا عاد نمشي نفطر يا العمر. وي داكشي عامر شك نين والبيض السمان. يلا دابا نفطروا اخوان. راهم غيجوعوكم في المغرب. راه نتوما وليتو كتذوقوا حبه، حنا كناكلوا حتى كنشبعوا، كناكلوا 10 كيلو حنا، نتوما كتاكلوا حبه. حنا ولينا كناكلوا نشبعوا، نتوما كيعطيوكم تذوقوا. راه باغي يخليكم جيعانين داك المغرب. والله ما كذب بالله. شتي الحكومات اللي دازوا لا تاخنوش لا العداله والتنميه قسما بالله لا تيجوعوا في المغاربه. علاش؟ اليوم ليله الجمعه والله يبقى شاهد عليا في هذا الشيء اللي كنقول لكم. شتي نحسب انايا 10 سنين وهي يمكن غتكون اكثر، وعزة جلال الله لا انا نقول هي 10 سنين. 10 سنين ما كليتش الهنديه قسما برب الكعبه، اقسم بالله العلي العظيم. واخا نقولوا بانه جات واحد الحشره وخسرات لينا وقتلات لينا هاد المنتوج ديال الهنديه ديال الكرموس. كل واشنو تيقول لي؟ تيقول لي الكرموس الشوك، اللي تيقول لي الهنديه، كاين اللي تيقول لي الزعبول، كل واشنو تيقول لي. واخا جات واحد الحشره خرجت لينا على هاد النبته وما بقاتش كتنتج شي واحد الحاجه قليله. واخا زعما ما كاينينش حلول ان المغاربه عزيزه عليهم هاد الفاكهه، زعما ما كاينينش حلول تستوردوها من برا تعاودوا تستوردوها وتعاود تنبت، او لا داك المخزون اللي كاين في المغرب اشنو كديروا ليه؟ تصنعوا به الزيوت مسائل وتصدر لبرا، واللي بقى يتصدر لبرا. والمغربي دوق وحده ب10 دراهم. انا ملي لحقات وحده ب5 دراهم قلت والله ما نشري، والله ما ناكلو، اقسم بالله ما ناكلو. 5 دراهم الوحده انا عقلت ناكلو، كنت ناكلو ب4 دريال الوحده. 4 دريال في 2002 2003 2004 حتى 2007. والله حتى كيما تنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا وبوبي ما بغاه، وتتمشي تتشد سطل ب10 دراهم فيه 60 70 وحده. دابا واللي الا بغيتي تمشي تشريه بالكيلو خاصك تشريه ب 1600 دريال الكيلو ولا ما عرفت 100 درهم، كتلقى فيه شي 4 الحبات 5 الحبات هما كملوا لك كيلو. شو هنا عقلك يطبلونطا. علاش ما تلقاش لي واحد الحل بديل باش تعاود تجيب لي هاد الفاكهه؟ ولا ما نستاهلوهاش حنا كمغاربه؟ دابا غنختموها بواحد الفيديو اللي والله لا نضحك على هاد الدراكي، نضحك عليه واحد شويه. اسمع عادي اسمع. جا ضربي ياك، جا ضربي تبونتوني ياك وشدوك البوليس وخيدولك. باش تعرف على قبل رادار 60 وانا جاي 69. على قبل رادار ماشي سي موبيل اللي في 16 طريق العيد، لكن ماشي مشكل. هادشي اللي بغينا. القانون فوق كل شيء يتطبق عليك انت كدراكي، ويتطبق على الوزير، ويتطبق على رئيس الحكومه، ويتطبق على المواطن. هذا هو القانون اللي كنعرفه، وهذا هو القانون اللي بينا. وتحياتي لهذوك الناس اللي قيدوا لك هذه المخالفه، تحياتي لهم. هادو هما الرجال النزهاء اللي كنحترموهم وكنفتخروا بهم كمغاربه. شنو قال لك السي الدراكي؟ نورمالمون انت اللي خاصك تكون قدوه للناس وتقول لي فعلا انا تجاوزت السرعه قيد ليا، لانك عارف اننا كنحتلوا المراكز الاولى في حوادث السير وفي الارواح اللي كتزهقها حوادث السير. غتخرج لنا غتقول لك انا دراكي بالزي بلا حشمه بلا حياه، علاش يقيدوا ليا بروسي وانا غادي ب 69؟ واخا سيدي انت الا ما كنتيش قاري القانون نقريوه لك حنايا كمواطن عادي. مواطن عادي عنده رخصه السياقه، عنده واحد شويه مع قانون السير. عندك 10% فوق السرعه القانونيه اللي مرخص. مثلا عندك في هاد الطريق غتمشي ب 60 كيلومتر في الساعه، 10% هي 66 كيلومتر في الساعه. الا فتي 66 كيلومتر تما عندك مخالفه. انت كتعال تتحلف وتتعاود وتتقر على راسك كنتي غادي ب 69. اشنا هو هذا؟ ماشي مخالف لقانون السير؟ ما خالفتيش القانون، ما تزوجتيش واحد السرعه محدوده عندك، او لا انت حيت دراكي. دابا انت على هاد القبال يمكن اي حاجه طرات تدخل فيها داك التوني اللي لابس.
اللي على ما كنظن ما تستحقش تلبسو. دابا انت الا لقيتي ولدك تضرب شي واحد ولا فلقوه بشي حجره، نعطيك كيما ولدك فلق شي واحد بحجره، غادي تجي انت غتكمل على داك الدري وتصيفطو للحبس واخا هو اللي مظلوم. غتستغل السلطه ديالك، وتستغل السلطه ديالك في اي حاجه. مثلا دخلتي لشي اداره تستغل السلطه ديالك. حتى امتى غنبقاو هكا حنا سلطويين؟ حتى امتى؟ 2025 اسيدي هادي، فيق معنا من القلبه. القانون يطبق عليك وعلى اللي كبر منك واللي صغر منك، هذا هو القانون اللي كنفتخروا به. هذه هي دولة القانون، دولة الحق والقانون، هي هذه. ما تعقل لا عليك انت ولا عليا ولا على وزير الداخلية ولا وزير الخارجية. والسي الحموشي براسو تحياتي ليه، الا حتى هو خالف القانون، القانون فوق كل شيء. السي الحموشي كان غادي في واحد الطريق اللي فيها 120 كيلومتر في الساعة، تجاوزها مشى ب 140، تقيد ليه مخالفة. هذه هي البلاد اللي بغيناها. لا حول ولا قوة الا بالله، قدر الله ما شاء فعل. المهم اخواني جينا لنهاية الفيديو، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال الرضا ديالكم. ما تبخلوش عليا بالمشاركة ديالكم والبارطاج، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وتشاو تشاو الحباب.